برنامج أمريكا بالمصري برعاية مطعم كافيه اسطنبول يقدم أشهى المأكولات وألذ الأطباق، مشويات من اللحوم الطازجة والحلال، خلطات مميزة يتم إعدادها في معاملنا، جميع أنواع السلطات والمقبلات، المخبوزات الطازجة والحلويات الشرقية، خدمة على أعلى مستوى، الأسعار في متناول الجميع. العنوان 2202 86 ستريت بروكلين نيويورك. تليفون 718-714-4300. الفرع الآخر 8002 5th Avenue بروكلين نيويورك. تليفون 929-292-2353. جريدة صوت بلادي كبرى الجرائد بأمريكا، 24 سنة من الإصدار، الأكثر انتشاراً ومصداقية. للإعلان الاتصال على تليفون 201-637-3389 ومن مصر 012-7289-1500. رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير محب غبور. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أمريكا بالمصري. في البداية وزي ما تعودنا بقالنا فترة إن احنا بنطلع لحصاد الأسبوع وأهم الأخبار العربية والعالمية. خليكم معانا. في مشهد مهيب يجسد معاني التسامح واحترام الآخر والتعايش السلمي، وقع بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وثيقة الأخوة الإنسانية. السلطات الليبية بميناء الخمس غرب طرابلس تضبط شحنة مدرعات وعربات مصفحة ورباعية الدفع مهربة من تركيا. وزارة الخارجية الروسية تلوح بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الصواريخ النووية المتوسطة المدى خلال 6 أشهر. الأمم المتحدة تعلن عن تقدم فيما يسمى بمباحثات السفينة باليمن. وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضائها على مشروع التقرير الخاص بطلب تعديل بعض مواد الدستور، ومن بينها تعديل مدة رئاسة الجمهورية. تعتزم وزارة البترول المصرية تجديد عقد استيراد النفط العراقي لعام آخر وبنفس الكميات، حسب ما نقلت رويترز عن وزير البترول المصري. الأردن تسلم العراق مئات القطع الأثرية بعد أن تعرضت للسرقة والتهريب في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. أطلقت مدينة
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، القمر السعودي الأول للاتصالات CGS-1، وذلك من قاعدة كورو شمال أمريكا الجنوبية. بتقاس حضارات الشعوب بما تتركه من فنون وعلوم وثقافات، والفن وسيلة إبداعية نضالية إنسانية للتعبير عن كل ما يحدث. فين الفن في عالمنا العربي الآن؟ فين الفن اللي يخلينا نقدر نشوف إيه اللي بيحصل حوالينا من إيجابيات وسلبيات؟ ليه بعض الأدباء والفنانين اختاروا إن هم يدخلونا في عزلة، ينفونا بمعنى إن هم ينفونا نفي داخلي، مش النفي الخارجي اللي بالجسد. النفي الداخلي أصعب بكتير، إن هم بيستوردوا لنا حاجات مش من طبعنا ولا من عاداتنا، لا بالشكل ولا بالمضمون. أصعب حاجة النفي الداخلي. الفن اللي بيتقدم دلوقتي لا الفنان بيعبر عن نفسه ولا عن مجتمعه ولا عن أي حاجة. الفن اللي بيتقدم دلوقتي للأسف الشديد إنه ما فيهوش صدق، ما فيهوش اتجاه. الفنان مش واخد اتجاه، ما فيهوش حياة، ما بيشعش بالحياة، فعشان كده هيسقط من ذاكرة التاريخ. وطبعا بمناسبة بقى يسقط من ذاكرة التاريخ، لما بنيجي نتكلم نقول الفن في الزمن الجميل وعمالقة الفن وعمالقة وفناني الزمن الجميل، في ناس بتزعل. لا، الحقيقة أنا عايزاكم تقروا وتعرفوا قد إيه الفنانين زمان كانوا عظماء. شوفوا المجموعة وإزاي اللي كانت بتشتغل مع بعضها، مين اللي كان بيكتب ومين اللي كان بيمثل ومين اللي كان بيخرج. احنا النهاردة مخصصين حلقتنا ومعظم حلقتنا عن فنان من عمالقة يعني الزمن اللي هو زمن الفن الجميل، الفنان شفيق نور الدين، واللي هتيجي ذكراه كمان يومين 3، يعني بالتحديد هتكون يوم 13 فبراير، وطبعا هو اتدفن 14 فبراير. ففي ناس، بعض الناس بتقول انه 13 وفي ناس بتقول 14. هو توفى يوم 13، وكان الجنازة بتاعته جنازة مهيبة الحقيقة يوم 14 فبراير، كنوع من الوفاء ولذكراه، وعشان نذكركم ونذكر نفسنا بقد ايه الفن وقتها كان يعني مش مجرد بس تمثيل. الفنانين كانوا شبهنا. يعني ايه كانوا شبهنا؟ يعني لما بتلاقي الفنان بترجع للافلام دي اللي احنا لسه بنتفرج عليها لحد النهارده، هو بيمثل نموذج، بيمثل حالة مجتمعية، بتلاقيه يعني مش شبهه، مش غريب علينا، مش بنقعد نتفرج يا الحاجات دي موجودة عندنا فتلاقي الشكل غريب والبيوت شكلها غريب اللي حاصل دلوقتي يعني أقصد. فتلاقي الفنان سواء العامل، الفلاح، الباشا، البيه، الراجل الفقير، البواب، الحالات كانت حتى الأشكال، شكل الناس ما كانش شبه أي حد فينا. ومعانا الأستاذة سمية شفيق نور الدين، ابنة الفنان العبقري وأحد عمالقة الفن في الزمن الجميل، الفنان شفيق نور الدين. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك. طبعا محدش ينسى أدوار الفنان العظيم شفيق نور الدين، واللي يعني عباراته محفورة. يعني احنا دلوقتي يمكن هنعمل عنه تقرير صغير عن بعض المشاهد وبعض الأدوار، لكن الأول نحب نعرف من حضرتك، يعني طبعا احنا أيام وهتيجي ذكراه إن شاء الله 13 فبراير، مش كده؟ أيوة 13 فبراير 81.
13 فبراير 81. طبعا كلنا نعرف الفنان شفيق نور الدين، لكن للأسف انه ابناء الجيل الجديد ما يعرفوش كتير عن الفنان شفيق نور الدين. يعني احنا بنقول الاول بس الأستاذة سمية طبعا هي كانت موظفة في احد البنوك، صح كده؟ اخر وظيفه كنت مديره عام في بنك مصر. وكان انا اسمع ان انت كنت موهوبة. انا كنت موهوبه وكنت بحب التمثيل جدا، وفي اعدادي وثانوي كنت بطله المدرسه في التمثيل، بس بابا رفض المجال ده خالص. قال لي خدي الثانويه العامه وبعد كده نبقى نفكر. لما خدت الثانويه العامه قال لي يا بنتي احنا فلاحين وده مش مجالنا، فدخلت كليه التجاره واشتغلت في بنك مصر. لكنه سمح للفنان نبيل نور الدين. طبعا في ناس كتير برضو ما تعرفش ان الفنان نبيل نور الدين يبقى ابن الفنان شفيق نور الدين، فهو اخو حضرتك، هو سمح له ان هو يمثل. كان فرحان قوي ان هو دخل معهد الفنون المسرحيه وشجعه، وبعدين اشتغل معاه في المسرح القومي، بس اشتغلوا في مسرحيه واحده كان نبيل واخد دور صغير قوي فيها، مسرحيه الإسكافية العجيبه. طبعا نبيل اتعلم من بابا كتير قوي في الوقوف على خشبه المسرح. الفنان شفيق نور الدين يعني الحقيقة فنان، يعني فنان عبقري، قدر يجسد الشخصيات ببراعة، فنان من النوع التقيل يعني. كمان هو الوحيد اللي اتكرم في حياته من 2 رؤساء، الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات. جمال عبد الناصر اداله سامي الفنون والفنون من الطبقة الأولى في عيد الفن، في عيد العلم. والرئيس السادات كرمه في عيد الفن، كان عيد الفن بيتعمل يعني يوم 8 أكتوبر من كل سنة بعد انتصارات أكتوبر، كرمه برضه في عيد الفن. طبعا انا شفت يعني الفنان شفيق نور الدين اتكرم كتير الحقيقة، شفت له تكريمات كتيرة، لكن خلينا نقول للناس على حاجة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، انه جنازة الفنان شفيق نور الدين خرجت من المسرح القومي وعزفت الموسيقى العسكرية، وكانت جنازة مهيبة يمكن حضر فيها كل الفنانين والأدباء والمخرجين. قد ايه هو كان محبوب، يعني لدرجة ان هو يعني أصر بعض الفنانين ان هم كمان يسافروا مع الجثمان. كانت مدام سميحة أيوب هي مديرة المسرح القومي. هو بابا الله يرحمه اتوفى 13 فبراير، فكنا قاعدين علشان بنقول هنعمل الجنازة. طبعا لازم يبات على ما الناس تعرف، وهتطلع الجنازة من عمر مكرم ونسافر بيه احنا، يعني بندفنه في البلد في بلدنا. واحنا قاعدين لسه بنعمل في النعي، لقينا مدام سميحة أيوب بتكلمنا بتقول شفيق نور الدين لازم يخرج من المسرح القومي. فينا بقى مشي من المسرح القومي في الأزبكية لغاية جامع الكيخية، وصلى عليه هناك وبعدين ربنا يرحمه. ربنا يكرمك، متشكرة جدا، ميرسي قوي يا حبيبتي، الله يخليك. أشكرك يا أستاذ سمية. ربنا يكرمك، مع ألف سلامة. مع السلامة. الفنان شفيق نور الدين برغم ان هو ما كملش دراسته، لانه كان عاشق للمسرح وللفن والقراءة والشعر، وكان بيعزف عود، وكان كمان بيحب النحت. كان الحقيقة ان عنده مواهب كتيرة. خليني بس اقول لكم شوية عن الفنان شفيق نور الدين والمسرحيات بتاعته. يعني مثلا لما بنتكلم على ملك القطن يوسف إدريس، محروسة سعد الدين وهبة، سيما أوانطة وعيلة الدغري، نعمان عاشور، أم رتيبة، يوسف السباعي، الأيدي الناعمة بتاعة توفيق الحكيم اللي اتعملت فيلم، بس هي اتعملت مسرحية. ناس كتير يمكن ما تعرفش إن الأيدي الناعمة اتعملت مسرحية. بنتكلم على توفيق الحكيم، يوسف السباعي، عبد الرحمن الشرقاوي، مأساة جميلة، على جميلة أبو حريت، ودي حاجة يمكن برضو ناس كتير ما تعرفش إنه كان في مسرحية مثلها طبعا من جيل العمالقة كلهم، يعني أسماء كبيرة جدا.
نتكلم على يوسف إدريس ويوسف السباعي وتوفيق الحكيم، يعني شخصيات الحقيقة شعراء وفنانين وأدباء. دي كانت المجموعة يعني اللي كانت بتخرج لنا الإبداع اللي احنا بنشوفه لسه بنتفرج عليه لحد دلوقتي. أتوقف عند دور الفنان شفيق نور الدين في عيلة الدغري، واللي هي اتحولت لمسلسل وتغير كل الناس اللي في المسلسل، كل الأبطال ما عدا دور الطواف. يمكن كانت شخصية صعبة جدا، وما لقيوش حد انه يمثل الدور زي ما مثله الفنان شفيق نور الدين، لدرجة ان هو يعني هو حب يعتذر، فقالوا له محدش هيعرف يجسد الدور ده زيك. نعمان عاشور الحقيقة الأديب والكاتب نعمان عاشور، وكانت فلسفته في كتابة أعماله إن الكوميديا أفضل الطرق لعكس الواقع، خصوصا لما بيكون مؤلم. ففي عيلة الدغري مثلا نعمان عاشور بيتناول أمراض المجتمع. كان في أزمة اقتصادية وقتها، وكان في تفكك أسري ومجتمعي، وفي أنانية، وكان كل واحد بيحاول يدور على مسكن لحالته حتى لو كان على حساب أخوه أو أقرب الناس ليه. فهو بالعمل عيلة الدغري ده بيمثل أسرة من يعني أسرة متوسطة الحال، الأب بيتوفى، فالكل طبعا له تطلعات وله أحلام، والأب ده كان عنده مخبز، فهم عايزين يبيعوا المخبز عشان كل واحد يحقق أحلامه وتطلعاته. فالبعض رفض والبعض وافق، لكن في نهاية المطاف لما وافقوا كلهم على بيع المخبز لقوا ان المخبز كان مرهون، يعني أخوهم الكبير هو رهنه عشان يخليهم يكملوا تعليمهم وهكذا. طبعا المسلسل فيه قصص كتيرة، يعني كل واحد له قصة في الخمس أولاد دول، لكن في شخصية الطواف اللي هو كان بيوزع العيش، اللي هو كان في الفرن، اللي هو الفنان شفيق نور الدين. الفنان شفيق نور الدين عمل دور من أروع ما يكون، يعني دور محتاج ان هو يتدرس الحقيقة. وكان هنا يعني عايزة اقول لكم الأديب نعمان عاشور حاول يجسد يعني رمز الطواف للإنسان المصري المطحون، اللي هو رغم كل التحديات والصراعات والتفكك وكل ده لكنه صامد، لكنه طيب، لكنه بيضحي. شخصية الطواف هي شخصية الراجل الحافي اللي هو سليط اللسان في الحق، اللي هو أصبح زاهد في الدنيا، كل حلمه إن هو يلبس جزمة، حتى بعد ما جابوا له الجزمة ما قدرش يلبسها، وهم سووه طواف لأنه كان ماشي بقاله 70 سنة حافي. كان طيب وبيضحي ومن غير أي مقابل، وكان بيسامح حتى للي بيسيء له. فدور الفنان شفيق نور الدين كان دور من أروع ما يكون. وفي الذكرى 38 لرحيل الفنان العملاق شفيق نور الدين، يعني بيشرفنا ويكون معنا مداخلة من الفنان نبيل نور الدين، وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. الأول طبعا أنت غايب عننا بقالك كتير يا أستاذ نبيل، ليه؟ لا هو شبه اعتكاف كده شوية وبعدين بنرجع برضو، يعني مش غايب كتير يعني. آخر مرة إمتى؟ يعني هو في حاجة اسمها أبواب الشك بتتذاع اليومين دول. أيوه. على الحياة المصرية. طالع فيه ضيف شرف. لكن قبل أبواب الشك فترة طويلة. لا يعني سنويا كده بيبقى لي حاجة فقط لا غير، مش اكتر من كده يعني. احنا كنا متعودين، يعني احيانا كان بسم الله ما شاء الله يمكن من بعد رأفت الهجان، وكان دورك في رأفت الهجان يمكن سنة كان 91 93 كان في مسلسل، لكن بعديها كان بيبقى فيه 6 أعمال و4 أعمال و5 أعمال في السنة، صحيح؟
مظبوط. بس الواحد كبر بقى، ما بقتش اقدر استحمل الحكايه دي. بنتقي ادوار صغيره كده على قد السن يعني. لا ربنا يديك الصحة. ده يعني انت عايزة اقول لك بعد نشر الصور الجديدة بتاعتك بقالك معجبين، مش عايزة اقول لك يعني. ما لا والله ما اعرف يعني، انا مش متابع السوشيال ميديا قوي. اه مهتم بشغلي فقط لا غير يعني. طيب يعني انا هقول لك اللي بيحصل يعني انه بعد نشر الصورة الجديدة الناس فعلا يعني عجبها النيو لوك بتاعك. يعني هو كان اول ظهور بالنيو لوك دوت كان في ظل الرئيس، مسلسل ظل الرئيس اللي هو اخر حلقه طلعت ضيف شرف كده، قفلت الحلقات بيه. طيب احنا طبعا انا يسعدني ان يكون ليا في مداخلات وفي مقابلات كمان ان شاء الله مع حضرتك، بس احنا عاملين النهارده يعني بمناسبه الذكرى، هي ايام يمكن وهيبقى في الذكرى ال 38 زي ما قلنا للرحيل الفنان الجميل والعملاق شفيق نور الدين. وكنت بتكلم مع الاستاذه سميه وقالت ان هو شجعك على الفن. مش قوي يعني. مش قوي يعني. طب ايه الحقيقه؟ هو كان رافض كان رافض لاي حد يخش في العيله في المهنه، لان هو عارف انها كانت صعبه جدا، وهو من الناس الملتزمه جدا ببيته واولاده، ملوش دعوه بالسهرات والقعدات اللي هي الخاصه ديت. فكان بيعاني من المهنه. فما كانش حابب ان يطلع حد مننا يعني. سميه لا بعد الثانويه العامه خلاص بقى كده كفايه، خش تجاره. وبعدين اتخرجت وبقت مديرة بنك مصر وبتاع. جه عليا انا فقلت له انا عايز اخش المعهد. قال لي بص مش هساعدك، يعني انا مش هساعدك وانا مش حابب ان انت تخش فمن وراه لفيت ورحت قدمت في المعهد، والحمد لله ربنا اكرمني ونجحت. فرحت بقى فاهم ان انا هفاجئه يعني وافرحه. قال لي برضو مش هساعدك، عاوز تشق طريقك شقه بايدك انت. وبعد كده بقى تأقلمنا على الحكايه وبدأ يشجعني وبدأ ياخد بايدي يعني. لان طبعا يعني حضرتك عايش مع عملاق مش ممكن تكون ما استفدتش منه حتى ولو يعني لا ما اصل اتربيت في المسرح القومي يعني. بالظبط. تربيتي وانا طفل صغير، لاني كنت على 4 بنات انا، كنت مدلل شويه، فكان على طول ياخدني معاه. كنت بتحضر حضرتك كل العروض؟ شبه عمري كله. كل العروض، بروفات، تلفزيون، اذاعه، على طول معاه ملازمه يعني. وهو طبعا كان عاشق للمسرح. عاشق لكل حاجه، للسينما وللمسرح وللتلفزيون وللاذاعه. انا سمعت ان هو كان بيضرب عود. ما انا كنت بقول بيلعب عود، وكمان بيعمل صلصال تماثيل نحت. وكان بالظبط كده. يعني كان شويه حاجات كتير كده. الله يرحمه. الله يرحمه. وانت شايف ان هو ما خدش حقه بالرغم الموهبه الكبيره اللي كانت عنده؟ ما خدش حقه بصرف النظر عن التكريمات بقى، يعني عاش هيتقاضى. بص حضرتك، لا هو اتكرم من عبد الناصر يعني، ومن السادات. عبد الناصر وبعد السادات يعني هو ايام حسني مبارك برضه. لا هو اتكرم يعني الحقيقه يعني. انما هي المهنه دي حظوظ. ايوه انا بتكلم على انا بتكلم. لا خد حقه على قد الموهبه. انا اقصد ايه؟ خد حقه من الاضواء، من الشهره، من الماده، من الحاجات اللي الفنان يعني في البعض بياخدها بدون يعني ذكر. يعني في ناس بتاخد ما بتبقاش عندها الموهبه دي، وزي ما حضرتك بتقول حظوظ يعني. ده كتير بقى اللي هو الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. اللي ما عندهمش موهبه خالص وعلاقات وعملين شبكه علاقات وبتاع ومدعين ومش يعني، هم دول اللي خدوا حظهم من الشهره والنجاح والفلوس والماديات انما الزمن بتاعهم كان زمن مختلف. لا ما كانش فيه كمان اللي هو بقى اللي بيبقى تيم وورك وراه بيسوق له وبيعمل له. كان كل واحد بيعتمد على موهبته فقط. ما بالظبط. وكانوا مجموعه قليله يعني، يتعدوا على الصوابع لو تحسبي في الفتره دي. كانوا مجموعه قليله وكلهم الحمد لله كانوا
حتى اللي بيقول جمله في مسرحيه او في فيلم او كان نجم. يعني عندنا امثله كتير جدا من الفنانين دول كانوا نجوم. ليه انا يطلع يقول كلمه. ليه هو دوره في محجوب عبد الدايم في القاهره 30 برغم الدور الصغير لكنه اثر فينا كلنا. انا كنت لسه بتكلم مع الاستاذه سميه، واخد عليه جايزه. واخد عليه جايزه. شياطين الليل واخد جايزه. لا في اعمال كتير واخد عليها جوائز كتير. ده بسم الله ما شاء الله. اصل الحكايه مش بكبر الدور او صغر الدور، حقيقي الحكايه باتقان الدور. اذا كان في موهبه ربنا بيكرم وبيوصل للناس. انا يكفيني فخرا ان انا ابن هذا الرجل العملاق بالنسبه لي، اللي مفيش مخلوق اتكلم عنه كلمه وحشه. فهي دي النعمه اللي انا واخدها منه كمان. يعني الحمد لله سيرتي مع الناس الى حد ما طيبه، فدي حاجه اتعلمتها منه. لكن ما ندمتش على الطريق اللي انت مشيته ده برغم انت خرجت ساق سليم زي ما بيقولوا؟ لا ما ندمتش، بس انا مؤمن بان الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني بتحس ان نابك نصيب من الظلم، عايزه اقول يعني من الحظ بتاع والدك؟ لا هو مش ظلم، هو يمكن العيب فيا انا، مش في الاخرين. ان انا مش اجتماعي، مش بتاع سهرات، مش بتاع قعدات خاصه، مش بتاع ان انا اكلم المخرجين ولا اجري ورا المنتجين ولا اصاحبهم. يعني عندنا ناس كتير جدا بيعملوا ده، انا ما اقدرش، كرامتي لا تسمح. طب يعني هي الموهبه مش كفايه ان تخلي الناس هم اللي يجروا وراك؟ ما مش فارقه معايا، الحمد لله الحمد لله، كرامتي فوق اي اعتبار. يعني زمان كان بيتقال على الفنان شفيق نور الدين، اتقالت عليه كلمه ان كان في بعض الكتاب بيكتبوا ادوار ومتخيلينه فيها، متخيلين ان مفيش حد يقوم بالدور ده الا هو. لان حضرتك كان مجموعه قليله جدا. يعني المسرح القومي لو تحسبيه كان عبد المنعم ابراهيم، توفيق الدقن، سماحه ايوب، شفيق نور الدين، مجموعه. لما كان بيعملوا مسرحيه للمسرح القومي كان بيبقى في دماغه مثلا المؤلف ان شفيق نور الدين اللي هيقول الكلام ده، الدقن هيقول الكلام ده، عبد المنعم هيقول الكلام دوت، كمال ياسين هيقول الكلام ده، حسين رياض هيقول الكلام ده. فبيبقى مرسومه الشخصيه على الفنان اللي هيأدي الدور. النهارده لا، النهارده بيجيبوا النجم بتاع العمل ويكتبوا العمل وهو يختار، والمنتج يختار شويه، وكلها مجاملات على ما اعتقد، مش كده؟ بالظبط كده مجاملات. وكمان يعني بيبقى في ناس خارج اللي هم بيشتروا الاعمال بيفرضوا، يقولوا لهم هاتوا فلان واحنا نمضي معاكم علشان نذيعوا عندنا. فبيبقى مفروض على المنتج، وبالتالي بيبقى هو الحاكم الامر الناهي في الموضوع. هو اللي يختار المنتج، وهو اللي يختار المؤلف، وهو يختار المخرج، الممثل، وكمان بيختار الممثلين القريبين منه. يعني فهي الحمد لله قلبتي علينا المواجع. حضرتك هي مؤامرة على الفن المصري اللي بيحصل، مؤامرة على الفن المصري، غزو. احنا بيوتنا مش كده، بيوتنا مش اللي هي بتطلع في التلفزيونات ديت. احنا شعب مسالم، شعب محب للناس، بنحب بعضنا، ما عندناش الكره والضرب العربيات وقلبان العربيات والمطاوي والسكاكين ما فيش ده في مصر، ما فيش ده في مصر للاسف. يعني ما هو شيء منظم. زي ما واحد قال زمان، انا هخلي شعب مصر يغني خليجي، انا هخلي شعب مصر يغني لبناني. كل الحاجات دي دخيلة علينا الحقيقة، وفعلا حضرتك معاك حق. لا ومضى فعلا مع المطربين المصريين وركنهم، وخلى كل الاغاني بقت تتذاع اللي هي، لان هو ماضي معاهم خلاص، ما يقدروش يعملوا حاجة، فركنهم وقام مشغل الخليجي، خلى شعب مصر يغني خليجي فعلا. فده ده مخطط، دي مؤامرة، لان مصر ما ايوه، لان مصر دي الرياده. هم مش حابين الحكايه دي، هم حابين يمسحوا حاجه اسمها مصر. وتفتكر هينجحوا ولا هي فتره؟
لا اعتقد هم جم في فتره كده قالوا احنا مش هناخد باللهجه المصريه، مش هناخد يعني السعوديه والامارات ومش عارف ايه كام دوله كده قالوا مش هناخد باللهجه المصريه، وبداوا يشتغلوا مع سوريا. اضطروا بعد كده ان هم يرجعوا للفن المصري، لان حتى الشعوب ما بتستصخش يعني هم كانت طالبه الممثلين المصريين حقيقي، طالباهم، فاضطروا بقوا يعملوا 3-4 مسلسلات سوري، وفين على ما يعملوا مسلسل مصري ياخدوه يذاعوه. فهو مخططات ومؤامرات على البلد، ربنا يسترها عليها يا رب، ربنا يسترها عليها يا رب. أنا بشكرك على وقتك، وتقول لي كلمة لمحبي الفنان الراحل شفيق نور الدين. بقول يترحموا عليه ويقولوا له الفاتحة ويتمنوا له انه يكون في الجنة مع الصديقين، وربنا يتولاه برحمته، لانه كان راجل محترم وكان راجل بيراعي ربنا، راجل حج وبيصلي وبيصوم، يعني كان بيخاف ربنا وبيخاف على اولاده وبيخاف على بيته وعلى اسرته، فأتمنى له كل خير في الجنة بإذن الله. بإذن الله، وربنا يجمعنا معاه إن شاء الله. وفعلا يعني أنا عارفة كمان هو آخر اللهم أمين، آخر 6 سنين كان ما كانش فيه غير القرآن والصلاة، حتى في عز عياه وهو مش قادر في المستشفى. فربنا يرحمه، ربنا يرحمه ويدي لك طولة العمر وتعيش وتفتكر يا أستاذ نبيل. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، متشكر جدا. شكرا شكرا. يعني أنا عايزة أقول لكم هو يمكن المكالمة دي لخصت حاجات كتير وحال الفن، وشعرت طبعا لو انتوا أنا يعني عايزاكم تسمعوا المكالمة دي أكتر من مرة، هتخرجوا بيها بحاجات كتير. إن الموهبة دلوقتي، يعني الكلام اللي أنا بقوله ده الفنان نبيل نور الدين متفق فيه معايا، وناس كتير الحقيقة، كلكم يعني او مش كلكم، كتير منكم اكيد حاسس باللي انا حاساه، انه الفن ما بقاش زي ما هو قال يمكن في المكالمة ايه قلب العربيات والاسلحة والبتاع، ناهيكم بقى عن البيوت والشكل واللبس والالفاظ ومفردات الكلام. مفردات الكلام اتغيرت، غزو ثقافي، وده اكتر من اي غزو. طبعا يعني هطلعكم شوية من يعني من الحديث عن الغزو الثقافي والشرخ الفني والثقافي اللي حصل لنا، وارجعكم لأيام الفن الجميل. الحقيقة ان انا يعني دي حاجة مني متواضعة في ذكرى الفنان شفيق نور الدين. انا اللي عدتها وانا اللي ألقيتها وانا اللي حضرتها وانا اللي منتجتها وعملت لها المونتاج وكل حاجة. فهنطلع نشوف يعني تقدروا بقى تسموه مش تقرير، فيلم تسجيلي، تسموه زي ما تسموه، معرفش يتسمى ايه، لكنه هي حاجة خارجة من القلب يعني، وارجو ان هي توصل لقلبكم وتستمتعوا، وارجعكم لبعض المشاهد، ويعني نقول ايه، ملخص لحياة الفنان شفيق نور الدين.
مجرد ما تسمع صوته وتشوف ملامحه تحس انك عارفه، موظف بسيط او فلاح فقير او يمكن اب مطحون. لما تشوف عبقريته تعرف ان الموهبة مش هي معيار الشهرة والمال والاضواء، وان للحظ ترتيبات تانية قد تجعل الاقل موهبة اكثر شهرة واكثر مالا. انه الفنان الكبير شفيق نور الدين، احد فناني جيل العمالقة، واللي كتير من ابناء الجيل الحالي ما يعرفوش اسمه رغم انهم حافظين شكله وحافظين بعض عباراته اللي رددها في بعض اعماله. مين مننا ينسى دور الأستاذ عبد القوي وكيل المصلحة في فيلم مراتي مدير عام، وهو لابس القبقاب وبيستعد لإعادة الوضوء وبيقول أحمد بن حنبل قال تنقض وأبو حنيفة قال ما تنقضش. ملوش لزوم يا حنفي. مش ابن حنبل قال تنقض الوضوء؟ ابو حنيفه قال ما تنقضش. وفي مسرحية عيلة الدغري واللي اتحولت لمسلسل ما نقدرش ننسى دور علي الطواف وعبارته الشهيرة نفسي ألبس جزمة يا سي حسن. والمسرحية دي تم تحويلها إلى مسلسل وتم تغيير جميع الممثلين إلا شفيق نور الدين، لأن مفيش حد يقدر يجسد شخصية علي الطواف زيه. وقال عنه عبد الرحيم الزرقاني مخرج العمل إنه يجب وضع تمثال لشفيق نور الدين بملابس علي الطواف في مدخل المسرح القومي. يا حسن والله يسامحك، كلمة بتأثر في الراجل قوي، ما عنتش أقولها له. عم علي طواف، عم علي سامعني ولا اطرش؟ انا سامع يا حسن. ربنا يخليك يا عم علي. انت بقيت كويس يا حسن، احسن من الاول. طبعا كلنا فاكرين البقال اللي وقف مذهول لما كانت الطفلة قطقوطة بتاكل الجبنة في فيلم دهب. وانا طول عمري احب الذمه ناكل حته ماما والنبي طعمه وانا طول عمري احب الذمه. وفي فيلم القاهرة 30 وبالرغم من صغر الدور إلا إنه أخد جايزة عن الدور ده لما جسد انفعال والد محفوظ عبد الدايم اللي اكتشف إن ابنه بيبيع شرفه للباشا وبيسمح للباشا بمعاشرة زوجته. اخليه يجي ياخد معاليك الحديد. هديك مهله دقيقه واحده بس، هتفتح ولا لا؟ فضايح ايه يا وزير الفضايح؟ عيب عيب ومش عيب لما اظبطك مع مرات النجل ده فاضي نومه وهو واقف لك على الباب ده بانش ايه وليك عيب كمان تقول لي عيب؟ خلاص انا زهقت منك ومن فضايحك وموسكاتك، والله لا انتقم منك، انا هبهدلك وابهدل اسمك في الجرائد وفي كل حته. عيب ومش عيب لما اظبطك مع مرات النجل ده. محبوب، ايه الحكايه يا محبوب؟ حكاية خلاص انتهت، اتطربقت فوق دماغنا، راح كل شيء، الوظيفة والمهية والواجب المقدس. من بكرة رجل على رجلك نخرج نشحت سوا، نشحت نشحت نشحت. انا راجع القناطر تاني، هم يسألوني عليه هقول لهم محبوب مات واندفن. يا خسارة تعبك، يا خسارة تعبك وشاك يا عبد الدايم، عليه العوض والنصر. الفنان شفيق نور الدين أبدع في مئات المسرحيات واللي منها عيلة الدغري، ملك القطن، أم رتيبة، سيما أونطة،
المحروسة، السبنسة، سكة السلامة وغيرها من الأعمال اللي كانت علامات في تاريخ المسرح القومي، بالإضافة لعشرات البرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية والأفلام السينمائية اللي أدى فيها دور الفلاح واليهودي والبخيل والموظف والقاضي. إذا كان الكلام بلغك من الجماعة دول لازم تصدقه، وإذا قالوا لك إن العزبة ما بتجيبش إيراد يبقى ضروري تصدقه، وإذا فهموك إن العزبة ما تسواش غير 70,000 يبقوا دول أصحابك اللي خايفين على مصلحتك. ربنا يعلم قد إيه إحنا خايفين على مصلحته كده. أمال ليه عاوزين تلهفوا 50,000 من ورا العزبة؟ طب يا شيخ عبد الستار، بقى أنتوا فاكرين يعني إني أنا أوكل لحم ابن صديقي وابن بلدي لكنتوا يا لصوص يا حرامية؟ الفنان شفيق نور الدين بدأ التمثيل في سن 25 سنة، لكن بداياته الأولى كانت في المسرح وأعماله لم تسجل. وطبعا احنا كلنا ما ننساش دوره مع عبد الحليم في فيلم معبود الجماهير لما كان بيديله السندوتشات شكوك، وكان دايما يقول له أنا خايف عليك الحساب يتقل يا أبو خليل، لكن في الآخر كان بيصعب عليه وبيديله السندوتشات. يبارك فيك. طلبات سندوتش مسلح من ايدك الحلوه. جبنه وحلاوه برضه؟ والله امرك، انما يعني لو ترضى عليا وتفتح لي علبه سردين ينوبك ثواب. الحساب يتقل يا سي ابراهيم، وانت عارف كل الحساب ما يتقل كل الزبون ما تتقل في الدم، لكن اقول لك مش خساره فيك يا ابو خليل. الله يخليك يا عم الحاج. تعيش يا سي ابراهيم، بس انا قلبي عليك، يجي اول الشهر تتزنق ما تقدرش تدفع الحساب. الحساب يوم الحساب يا عم الحاج. يعني ايه بقى يا سي ابراهيم؟ لا ولا حاجه، دي كلمه معدت. لا ما تعديش عليا يا بلبل. ولد الفنان شفيق نور الدين في 15 سبتمبر سنة 1911 بقرية بجيرم مركز أوسنا محافظة المنوفية، لأب يعمل تاجر في بورصة القطن، وأم رحلت عنه قبل أن يكمل سن 11. كان بيعشق التمثيل بالفطرة وبيشاهد كل عروض الفرق المتجولة في قريته، ويجمع الأطفال ويكون فرق تمثيل ويقوم بدور المخرج والمؤلف والممثل. دخل مدرسة الصنايع لأنه كان بيحب الميكانيكا والأعمال الهندسية، لكن حبه للتمثيل شغله عن المذاكرة فلم يكمل دراسته. كان بيزور القاهرة بين الحين والآخر وبيحضر محاضرات الأستاذ زكي طليمات. وفي يوم من الأيام قرأ إعلان في أحد الصحف عن تكوين الفرقة القومية للتمثيل، لكنه وصل متأخر وكان المطلوب وقتها 6 وتم اختيارهم بالفعل، لكنه قابل الأستاذ زكي طليمات اللي كان بيتوسم فيه خير، فذهب طليمات لخليل مطران مدير الفرقة وقال له أنا عندي ولد أراهن إنه أفضل من ال6 اللي وقع عليهم الاختيار. فاختبروه وتفوق شفيق نور الدين في كل الاختبارات وعينوه ملقن مقابل 3 جنيه في الشهر. لعبت الصدفة دورها أحد الممثلين غاب عن مسرحية ملك القطن، فوجد المخرج أن الحل هو الاستعانة بملقن الفرقة، وبالفعل نجح في أداء الدور وتفوق، وبعد كده توالت على شفيق نور الدين العروض. شفيق نور الدين الفنان الوحيد اللي تم تكريمه في حياته من رئيسين، هو الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات. في عيد العلم حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من عبد الناصر سنة 63، وفي عيد الفن كرمه الرئيس السادات على مجمل أعماله. أطلق عليه لقب زعيم الفلاحين والممثل الفلاح، وكان معروف بصفاته وطبعه الريف المحافظ. وعلى الجانب الشخصي تزوج زواجا تقليديا، كانت قريبته من أسرة والدته ولم يتزوج غيرها طوال حياته. أنجب 6 أبناء، 4 بنات وولدين، أحدهم كان الفنان نبيل نور الدين. آخر فترة في حياته
كان بيعاني من حساسية الصدر، وكان كل عام في الشتاء بيدخل الغرفة رقم 8 في مستشفى العجوزة، وبيقضي أغلب وقته في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن، إلى أن توفاه الله يوم 13 فبراير 1981. وأصرت الفنانة سميحة أيوب اللي كانت مديرة المسرح القومي إن تخرج جنازته من المسرح اللي عشقه، وبالفعل كانت جنازة مهيبة يوم 14 فبراير 1981. وعزفت الموسيقى العسكرية، وحضر كل الفنانين والأدباء والمخرجين. رحم الله الفنان القدير شفيق نور الدين. هنرجع بقى، جايبه لكم موهبه النهارده الحقيقه، موهبه بقى من هنا من امريكا. يعني في جزء صغير هسمعكم بس صوتها، بس لان طبعا اوعدكم ان هي هتكون ليها حلقه معانا، وفي حاجه هي يعني هتبقى مفاجاه مش هقول عنها دلوقتي. بالنسبه لسيمون، سيمون يعني صوت مصري ووجه مصري وصوت جميل الحقيقه. وطبعا انا سعيده بان انا يعني بقعد انا يعني اقول ايه، انا اغبش كده وادور على المواهب وعلى مش بس النماذج الناجحه وكذا. الشباب انا مهتميه جدا بالشباب هنا، لانه الحقيقه ان ده بتبقى فرصه انه مش بس ان احنا نربطهم ببلدنا ونربطهم ببعض كمان. هنطلع نسمع سيمون ونرجع تاني. لولا الملامة يا هوا، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوا زي اليمامة. لولا الملامة يا هوا، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوا زي اليمامة. وأطير وأرفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. وأطير وأرفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري، كفاية عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة من الملامة. أرجو أن يكون صوت سيمون عجبكم. طبعا هي حتة صغيرة، لكن زي ما بقول لكم يعني أنا أوعدكم أن هنجيب سيمون تكون معانا ضيفة في الحلقة. والحقيقة أن أنا مبسوطة بتواصل كل الشباب المصري هنا في أمريكا. ويمكن بس احنا ما كانش في وقت كبير، لاني احنا مخصصين الحلقة دي لذكرى الفنان شفيق نور الدين، ودي اقل حاجة بنقدمها له في ذكراه. ورحم الله الفنان القدير العملاق شفيق نور الدين اللي قدر يعني يجسد بعبقرية وتلقائية جديدة لنماذج كتير من المجتمع المصري. ونلقاكم على خير في حلقة جديدة من برنامج أمريكا بالمصري، وتصبحوا على ألف خير. برنامج أمريكا بالمصري برعاية مطعم كافيه اسطنبول، يقدم أشهى المأكولات وألذ الأطباق، مشويات من اللحوم الطازجة والحلال، خلطات مميزة يتم إعدادها في معاملنا، جميع أنواع السلطات والمقبلات، المخبوزات الطازجة والحلويات الشرقية، خدمة على أعلى مستوى، الأسعار في متناول الجميع. العنوان 2202 86 ستريت بروكلين نيويورك. تليفون 718-714-4300. الفرع الآخر 8002 5th Avenue بروكلين نيويورك. تليفون 929-292
2353